تذمر واستياء لمستخدمي الإنترنت بعد قطعها عشية إجراء امتحانات البكالوريا الجزئية، خصوصا وأن ذلك تم دون أي إشعار مسبق من قبل وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال. راح في الليل مور واحد جيت ما صبتش لا كونيكسيون، نهار ما تكونش لا كونيكسيون تخلصي، نهار تخلص لك زعما نهار من قبل ولا 12 تاع الليل نحوها لك، ونهار باش نتيا تكوني خالصه وكامل ما كاش. ديجا هذه صافي وقيله اون سيمين قبل، صافي 15 جوغ هادو ما كاش، تروح تجي ناقصه ما كاش. ما فيزاوش ما با لي جون على ديال لا كونيكسيون اللي ما كاش. امنا معطولين في الخدمه تاعنا، عندنا الناس رايحين يفواياجيو باش نعطيهم نشري البي، ما كاش، ما قدرناش نخرجوا البي اليوم، رحنا نجبدوا دراهم ما كاش. هذه كاع سي با نورمال. مستخدمو الإنترنت لم يستسلموا ووجدوا حلا يعوض ذلك، حيث قام الكثير منهم من تحميل تطبيق الVPN ماستر. هذا التطبيق الذي يسمح بالولوج إلى شبكة الفيسبوك وغيرها دون انقطاع، ويتم تحميله بالبلاي ستور، وكذا تعويض شبكة البحث جوجل بالياهو لتصفح كل ما يخطر ببال مستخدمي الإنترنت. Mais nous sommes des Algériens quand même, hein. On trouve toujours des solutions. J'ai deux sœurs qui l'ont téléchargé. Ça prouve que الشعب هذا اللي انتيليجون كي يلقاو الحل، ما تقطع الانترنت نلقاو الحل. parmi eux أنا. استمرار انقطاع الإنترنت طول أيام امتحانات البكالوريا الجزئية أغضب مستعملي الشبكة العنكبوتية، خاصة وأنها أصبحت متلازمة مع يوميات الجزائريين. بعدما أضحت الإنترنت وسيلة لا مفر منها، تحولت في هذه الأيام كابوسا يطارد وزيرة التربية وترجمته على صفحتها الرسمية على شبكة الفيسبوك، حيث حذرت فيه المترشحين من تصفح شبكات التواصل الاجتماعي. فهل اتخاذ كل هذه الإجراءات سيعيد الاعتبار لهذه الشهادة المصيرية؟